السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في احوال جيده. اليوم بغيت ندير لكم واحد الكيكه عاديه يوميه ولكن بواحد المكون زوين وخطير ولذيذ جدا. سيتها به وبصح جاتني زوينه وبغيت نتقاسم معكم هذه الفكره. غادي نبداو على بركه الله. كنحتاجوا الكاس نتاع سيريلاك، كنحتاجوا الكاس نتاع الزيت، يعني العبار اللي غادي ندير به سيريلاك غادي ندير به الزيت، كاس زيت تاع المائده، كاس نتاع الدقيق الابيض، كاس نتاع السكر سنيده، 3 البيضات كبار، 3 الخمارات نتاع الحلوى من فئه 7 غرام، واحد لافاني من فئه عمري قلت شحال فيهم غرام 7.5 غرام. كنحتاجوا لواحد الياغورت بنكهه الفاني، وواحد القريصه نتاع الملح باش كنحيدو البساله. غادي نفوتوا للطريقه. كنهرسوا البيض. بسم الله الله اكبر. طاح لي واحد شويه نتاع الخس. دابا غادي نجيب الدراب. بغيتو ديروا الدراب اليدوي ولا بالدراب الكهربائي ولا اللي بغيتو. انا كندير بهذا الميكسور كيطحن فيه الصح، كيخلط فيه الصح. كندربوا البيض، كنزيد عليه السكر سنيده، كنزيد ديك القرصه نتاع الملحه، نزيد لها شويه في الفيتاس، غادي نزيد الزيت، كنزيد داك الياغورت جوج معالق، نزيد سنيده سنيده لافاني. المهم اللي بو اختياري، بغيتو ديروا الفاني ولا زيت تاع الليمون ولا نتوما شنو عندكم. دابا غادي نزيد سيريلاك، ساهله وكتجي بواحد المذاق اللي كيذوقها كيقول لي شنو السر نتاع المكون ديال هذه الكيكه. ملي كنقول لهم سيريلاك كتجيهم عجب. دابا غادي نجيب غربال ندير فيه داك شويه نتاع الفرش والخمارات، ضروري ما تغربلوا الخماره حيت كيكون فيه واحد العبابات كيبقاو هكاك في الكيكه. ضروري انا ما بقيتش كنغربل الخماره فقط كنلاحظها. دابا غادي نبقى نزيد بشويه. هاي زيدوا تشوفوا البنات ما شربتوش. صافي هذا هو القوام.
المهم بعد ما خويت الكيكه في المول غادي ندير الفران يطيب ونتلاقاو منين ما طيبت بعد ما طيب ان شاء الله الى الفرن. بعد ما كنجبدوا الكيكه نتاعنا من الفران كنحمروها من التحميره كما بغيتو ديروا لها التحمار. كاين اللي كتعجبو شويه بدا، انا كيعجبني المادلين محمر مزيان، ندهنوها شويه بالكونفيتور ولا العسل ولا الناباج اللي عندكم، ولا تخليوها كاع كيما هكا اللي بغيتو. انا بغيت ندير عليها واحد شويه تاع رقائق اللوز بعد ما حمرتهم، ندهنوها مليح، ندير شويه رقائق اللوز. كتجي ممتازه هاد الكيكه، داك لوغو تاع سيريلاك. انا كيعجبني سيريلاك اصلا غير بالمعلقه ناكلو هكاك لذيذ، وفي المادلينا كيجي زوين، كتجي الكيكه لذيذه. ومخير كيقول لي يعني الكيكه فيها شي مذاق زوين، حتى كنقول لهم راه معدله بسيريلاك. قلت علاش ما نجربها، وراني جربتها وجات ممتازه. بغيتو ديروا كاين الانواع تاع سيريلاك، باش ما بغيتو ديروها بهاد السيريلاك نتاع اللي فخوي كتجي لذيذه، ولا بهاد السيريلاك تاع التمر هي هادي كتجي، هذا نتاع التمر كيجي ألذ من هذا، ولا بداك العادي نتاع الزرق. حيت كنديروا لولدي قلت علاش ما نسييش بواحد الكيكه، سيت به الكيكه جوج تاع المرات جات ممتازه. غادي نقطعها معكم. كتجي شيشه هيا كي كتجي خاويه ومفشفشه، هانتوما تشوفوا كي كتجي دايره وسهله في المتناول، يعني اي واحد يقدر يديرها. كيتباعوا خنيشات صغار نتاع سيريلاك تقدروا تشريوهم، يعني ماشي تشريو القابسه كامله، واللي عندها ودها كدير له سيريلاك يعني تستغل الفرصه وتسييها. هيا كي كتجي لذيذه ومفشفشه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واللي عجبتها الفكره دير لايك، وشكرا على المشاهده والتتبع، والى وصفه اخرى ان شاء الله. كانت معكم ام هاجر.